تفتكر ايه السبب اللي يخلي علاقات تقعد ايام، اسابيع، شهور، وممكن سنة وبعد كده تنتهي، مع العلم ان في علاقات تانية بتستمر سنين طويلة ويمكن العمر كله؟ فيديو النهارده بقى انا جاي اقول لك الاسباب الرئيسية لفشل معظم العلاقات، سواء مفركش قريب، سواء هتخطب، سواء هترتبط، سواء هتتجوز، ايا كان ايه هي ظروفك. الفيديو ده هيفرق معاك سواء كنت راجل او بنت. اهلا بيكم يا جماعه في قناه جيم السلطان اللي عملتها مخصوص عشان ما تبقاش عطلان. لو مهتم بتطوير نفسك وانك تعلم من نفسك وتكون انسان جديد، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. عشان نحل اي موضوع لازم اول حاجه نعملها اننا نحط ايدينا على المشكله. المشكله هنا يا معلم انك بتدخل العلاقه او بتدخل العلاقه بكل شغف وحب، حب البدايات او حلاوه البدايات زي ما بتسموها. بتبدا بكل حب وكل حماس وشغف، وبعد كده في الاخر كل الشغف ده بيروح. طب هل الشيء اللي بيخلي العلاقه تستمر الحب بس؟ لا طبعا. انا بقى جاي اقول لك على اهم 3 اسباب هم اللي بيبوظوا اي علاقه. تعال اقول لك على اول سبب، وهو التواصل الصح. مش مجرد كلام وخلاص. مش المهم انك تتكلم كتير، المهم انك تعرف تسمع. مش معنى كده انك قاعد بتسمع راديو او بتسمع اغنيه. انت عم بتركز في الاغنيه وبتركز في المسلسلات اكتر ما بتركز في كلام الاشخاص. الموضوع ده مش بس في العلاقات، ده في اي حد، صحابك، والدك، والدتك، اي حد بيكلمك كلام. الاهم من انك تتكلم وترد عليه، لا، فكر تسمعه الاول. لما تسمع بتمعن انت كده هتقدر تاخد المعلومه صح، او لو ما كانتش معلومه تقدر تفهمه وتدي له حلول لمشاكله. ففي العلاقات الموضوع ده لما تعمله الشخص ده هيحبك لما يلاقيك بتسمع كلامه ومركز مع كلامه وبتجاوبه على اللي هو بيقوله مش اللي انت عايز تقوله. تاني سبب من الاسباب اللي بتبوظ العلاقه وهو المساحه الشخصيه. الموضوع زي اي حاجه في الدنيا، هي كل حاجه ليها مساحه معقوله. لو قعدت في وش التكييف هتسقع، لو قعدت في وش الدفايه هتسخن. كل حاجه ليها مساحه معينه. لو قعدت في وش التلفزيون، في وش الموبايل، كل دي مساحات. المساحه ليها مساحه معينه، هتبعدها مش هتشوف، هتقربها عينك هتوجعك برضه مش هتشوف. مش معنى كده انك مالكش دعوه وانك مالكيش دعوه، والموضوع مش كده. هو هيجي فتره هيكون عايز يقعد مع اهله، عايز يقضي وقت مع اصحابه، وهي كذلك عايز تقعد مع اهلها. ما تبقاش انت اللي عايز يقعد معاك او انت اللي عايزاه يقعد معاك، انت اللي عايزاه انت ملزقه فيه. هو برضه ملزق فيكي. خليه هو اللي عايز يجيلك، وخليها هي اللي عايزه تجيلك. انا متلخبط بس قشطه. بس يعني انتوا حاولوا تبعدوا حبه وتقربوا حبه، هي علاقه بتكمل كده. تالت بقى سبب من اسباب بوظان اي علاقه، وهو انكم بتبقوا داخلين علاقه وفاكرين انها وردي، انها تبقى علاقه كلها جميله وحلوه زي ما بدانا زي ما نختمها، وكل حياتنا كلها هتمشي نفس الطريقه اللي احنا بدانا بيها. عشان كده بيسموا حاجه اسمها حلاوه البدايات. فانت في الاول الموضوع بيبقى مفيش مشاكل، بيبقى موضوع عادي، انت مش شايف عيوب وانت مش شايف عيوب، فالموضوع بيبقى عادي. مع الوقت مثلا هي هتعرف انها زنانه مثلا، لو ما تقبلتش الموضوع ده فانت كده مش مناسبين. مع الوقت عرفت ان هو عصبي، لو ما تقبلتش الموضوع يبقى انتوا كده مش مناسبين. فانت وانت هتكتشفوا حاجات في بعض انتوا ما كنتوش شايفينها في الاول. بس الصح هنا انك تتقبل ده، وانك تتقبلي ده هتقابلكم مشاكل كتير. بس عايزك تعرف وعايزك تعرفي ان كل ما المشاكل بتقابلكم كل ما العلاقه بتبقى اقوى. اصلا المفروض في اي علاقه تشيلوا اوبشن الانفصال ده. فكروا ازاي تحلوا المشكله، مش تقعدوا تدوروا على المشكله وتكبروا في المشكله وتبرزوا العيوب. لا، انت بتحاولي تفهميه ان العيب اللي فيه ده عاجبك، وانت كذلك العيب اللي فيها عاجبك وانت متقبله. وبس كده يا معلم. ده تقريبا اهم 3 اسباب بوظان اي علاقه. لو اهتميت ب3 الاسباب دول ومحيتهم، علاقتك هتكمل وعلاقتك هتكمل، وربنا يوفق الجميع. اطلب منك طلب بقى، عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات ايه اهم سبب من الاسباب دول بيبوظ اي علاقه، ولو في سبب انا ما اعرفوش اكتبه عشان تفهم. ولو عايز اي فيديو تاني عن الموضوع ده او في اي موضوع تاني اكتب لي تحت برضه في الكومنت. وزي ما بقول لك دايما، انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك.